الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحكت عليا زي العالم البلاوي اللي خدني عندهم دول. بيحاول يرد المقلب اللي هو شايفه يا حاج، بس انت في حاجه مضايقاك غير كده يا حاج؟ لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ انا هاجي معاك. يا جماعه فين؟ انت معكش عربيه؟ لا ما هو زكي عدى عليا الصبح، رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعال يا راجل تعال. ماشي. اتفضل يا حاج. بس عاجبني انت فييس. اخد تاكسي. اخد تاكسي ازاي بقى؟ هو انت معاك فلوس؟ مع ايه؟ ايه؟ يا خبر ابيض، الفلوس يا زكي! 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 ايوه هات الفلوس. الفلوس اهي، انا عديتهم مره تانية وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه؟ تقابلني الصبح على باب البنك، هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع، تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح، يجي يلاقيه. تأمرنا يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل. سلام يا برنس. يوسف يوسف سلامتك يا يوسف، ألف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا حاجه دوسه. تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ ايه يا يوسف اللي انت بتقوله ده؟ يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ الف سلام عليك يا حبيبي. والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه للدرجه دي؟ طبعا يا حاج، مش أنا اللي بربيه وهو لسه في اللفة، اللي هيجيله ضربة في إيده في قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا، الجرح طلع سطحي، انما انا كنت هسوق على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. هو انتوا لغايه دلوقتي يا حاج ما عرفتوش مين اللي عمل العمله دي؟ ما انا لو عرفت كنت قلت له في التحقيق بتاع النيابه. اكيد حد بقى راقبنا بقاله كذا يوم وقطرنا. انت شاكك في حد معين يا يوسف؟ اشك في مين يعني؟ بس هو اكيد حد من المنطقه، حد شايفنا في الراحه وفي الجايه وعارف ان احنا شايلين فلوس واحنا مروحين. أيوه، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. إلهي يا رب اللي خد منك الفلوس دي تخش عليه بالحرام ونجيب له 100 مصيبة تشيله إن شاء الله. يا رب. هو هيخرج من المستشفى امتى يا بابا؟ النهارده ان شاء الله. بقول لك يا حاج. نعم يا ابني. لا خلاص خلاص. انت كنت عايز تقول حاجه يا يوسف ورجعت في كلامك. كنت اقول حاجه كده جت في بالي بس استغفر الله العظيم بقى. يلا خلاص مش مهم بقى. في ايه يا يوسف؟ ما تقول، انت هتقلقنا ليه؟ بتتكلم يا ابني. الحاج جاد يا حاج. ماله الحاج جاد؟ يكونش هو؟ تفتكر؟ مش عارف، بس بصراحه يعني هو الجدع ده دماغه سم. اما لو كان ده حصل بجد يبقى دخل في حاره ضلمه وسد وهيتخرب بيته ان شاء الله هو واللي خلفوه. بس يا يوسف ده مجرد يعني احساس، ولا انت عندك دليل ضده؟ عندي دليل منين؟ ولا عندي دليل ولا حاجه، بس اصل بصراحه كلامه ليا في الصين كان بيهددني يا حاج. ايوه بس دي مجرد تكهنات، ما ينفعش تتهمه اتهام خطير زي ده، ولا ايه يا حاج؟